السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معاكم كيكه كنديرها، كيكه اعتياديه كنديرها لوليداتي. كنحتاج فيها الكاس وربع ديال الزيت، 2 كيسان ديال الحليب، كاس ونص ديال السنيده، 4 البيضات، عندي 3 الخمارات من فئه 8 غرام، عندي فانيليا باش غنسم، دقيق حسب الخليط اللي غندير. عندي هنايا 3 الكيسان، غنشوف واش غيقدوني. عندي معلقه ديال الخل، قبصه الملح، وغنبداو على بركه الله. غندير قبصه الملح، غندير هاد الخل مع الحليب، غنضيف البيض، وغنضيف السنيده، غادي نحرك هاد الحليب اللي ضفت ليه الخل، نخليه على حتى التالي، وغنبدا دابا غنبدا نضيف الزيت بشوي بشوي، غنضيفوه بالتدريج. هاد الطريقه البنات راه مزيانه، كتساعد على الكيكه باش تجي طالعه. دابا غنبداو نضيفو الحليب، غنضيفو بالتدريج. غنضيف دابا الفاني، نجيب الطراب اليدوي، وغنبدا نضيف الدقيق، غندير الخمارات فوق الدقيق، ضروري خصنا نغربلوهم باش اللي كان فيهم شي حبيبات
يتحلوا. وكنبداو نخلطوا بالخلاط اليدوي. كنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على واحد القوام. غنزيد الدقيق، خاصنا نخلطو مزيان حتى ينسجموا العناصر مزيان، نحصلوا على واحد القوام. صافي دابا هاد القوام مزيان، مبقيناش غنزيدو الدقيق. شاط ليا شي نص كاس ديال الدقيق، بحال هزت ليا شي 2.5 تقريبا. صافي دابا غنجيبو المول ديالنا وغنديروها فيه. صافي البنات بحال هكا خاصها تكون. المول دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق. دابا غادي ندير فيه هاد الخليط. دابا غادي ندوزو نديروها في المول ديالنا ونهزو يدينا الفوق. والفران خاصو يكون سخون قبل ما ندخلوها. ملي ندخلوها نحطوها في الفران من فوق العافيه، ونقصوا عليه العافيه في الفران العادي. وما نحلوش عليها حتى تقرب طيب، تقريبا شي ثلث ساعه تنولو نشمو ريحتها اللي نحلو عليها. باش تجي ناجحه معانا. دابا غنديها الفران. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. زينتها انا بهاد كاوكاو افيلي، وسقيتها بجوج معالق ديال الكونفيتير، زدتهم معلقه ديال المزهر، خلطتهم مزيان ودهنتها ورشيتهم بكاوكاو افيلي. راه كتجي زوينه البنات، رائعه. هانتوما كيفاش جات. اسفنجيه كتجي طالعه وزوينه. كتجي زوينه طالعه بزاف، كتجي خفيفه، المذاق كيجي رائع. كنتمنى تجربوها. هانتوما كي جات رائعه. جربوها البنات من اول مره كتصدق. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وديروا اشتراك وفعلوا الجرس
باش يوصلكم كل جديد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.